عجوز إسرائيلية ظهرت مبتسمة أثناء اقتيادها أسيرة من قبل عناصر حماس من أحد الكيبوتسات في غلاف غزة، وأشعلت مواقع التواصل الاجتماعي. فما قصتها؟ اسمها يافا أدار وعمرها 85 عاما. تقول حفيدتها إنها أحد مؤسسي التجمعات الزراعية التي تعرف بالكيبوتس في منطقة نير عوز قرب غزة. فقد الاتصال بها صباح السبت، ثم ظهرت في مقاطع فيديو بالقطاع. حتى في أسوأ كوابيسنا لم نكن نتخيل أن شيئا كهذا قد يحصل. لا أستطيع حتى أن أتخيل مدى خوفها، فهي تبلغ من العمر 85 عاما ومريضة وليس معها دواء. فيما قالت إسرائيل إن الفصائل الفلسطينية تمكنت من أسر 100 شخص بعد الهجمات المباغتة على مستوطنات النقب، قالت الفصائل الفلسطينية إن عدد من تم أسرهم يفوق ذلك بأضعاف.